بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. عش حدوتة زملكاوية. الأول نبدأ كلامنا بالصلاة والسلام على سيدنا محمد كما تعودنا معكم. شوط يسد النفس، ماتش يسد النفس. حسام أشرف لا، يعني ناصر منسي الأسطورة أنا متوقع إنه ينزل يخلص في الحبة الباقيين. ناصر ماهر مجاش. ناصر ماهر مجاش من ساعة الإصابة. فاكرين ناصر ماهر؟ لا، مش ده ناصر ماهر خالص، مش ده ناصر ماهر. طبعا في لعيبة أساسية غايبة، اللعيبة الدولية، لكن ده ما يمنعش برضو إن لا، الزمالك بمنحدر. الأداء وحش، الأداء وحش مع احترامنا للجونة. لا، ده أنا أفوز 1 و2 و3 و4. لا، أنا الزمالك مينفعش، الأداء مش حلو، الأداء مش حلو لحد دلوقتي. ربنا يكرم في الحبة الباقيين ونكسب، إنما الأداء مش حلو، مش حلو خالص. يسد النفس، يسد النفس والله، مش ببالغ. بس ده اللي أنا شايفه. حسام أشرف ضايع، ناصر ماهر ضايع. لا، كنا مستنيين احسن من كده. قعد يقول لي يا عم ده بطولة ودية، ده بطولة. لا، انا الزمالك، انا الزمالك اكسب بطولة ودية، اكسب بطولة رسمية، اكسب اي ماتش ادخله. انا الزمالك اكسب اي حد، اي حد قدامي اكسبه. انا الزمالك زي ما قلت لك، انا الزمالك. الاداء مش حلو، مش على ما يرام، مش ده الاداء المنتظر لفرقة الزمالك. خلاص، مش ده الأداء المنتظر خالص. صل على حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، ثم اللايك ثم الاشتراك في القناة. أتمنى الناس تعمل لايك، اشتراك في القناة مش مشترك. صل على حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. تاني وتالت ورابع، أداء وحش. يعني الواحد نفسه مسدودة، مش ده الزمالك. فربنا يكرمنا بقى في الحبة الباقيين، وإن شاء الله نكسب بإذن الله، نكسب بإذن الله. إن بطولة وجوائزها كويسة، ليه ما اخشش بدخلها؟ الزمالك يدخل أي بطولة مرشح للفوز بيها، باللعيبة الناشئين، بالفرقة فرقة البدلاء، بأي فرقة. الزمالك بمنحدر، الزمالك بمنحدر. إن شاء الله نكسب في الحبة الباقيين من الماتش. تعالى بقى نخش على أخبارنا، وركز أوي معايا، ركز أوي 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 معايا. الزمالك زي ما قلت لك، موضوع زيزو، قلت لك والد زيزو مصعبها شوية، مصعبها حبتين. ده مش معنى كده ان زيزو خلاص طار، ان زيزو وقع للاهلي، وزيزو وقع لبيراميدز، وزيزو وقع في العين الاماراتي، وزيزو وقع في الدوري السعودي، والكلام اللي بنسمعه الهاتش ده. زيزو مستمر في الزمالك وهيبقى في الزمالك، لكن والده طماع حبتين، طماع حبتين. يا كابتن مصطفى خلينا عقلانيين. زيزو قبل ما يجي الزمالك، ولما الزمالك جابوا ايام المستشار مرتضى وامير مرتضى، جابوا الزمالك، ما كانش 2 في مصر يعرفوه. قولوا مين اللاعب ده؟ وزيزو طلع بنفسه وقال الكلام ده واعترف بالكلام ده. زيزو دلوقتي اهم لاعب في افريقيا، واحسن لاعب في افريقيا مش في مصر بس. سيبك من مستوى زيزو الفترة اللي فاتت مع الزمالك، زيزو ليه رصيد. انما قبل ما يجي الزمالك او ساعة ما جه الزمالك ما كانش حد يعرفه. لمع ونجمه بزغ ولعلع، كسر الدنيا كلها مع الزمالك. فده رصيد كبير جدا،
وزي لعيبه كتير امثله كتير. بن شرقي لما جه الزمالك ما كانش حد يعرفه برضه، جه بن شرقي الزمالك من هنا انضم المنتخب المغرب والدنيا كلها عرفته. فرجاني ساسي نفس القصه. لعيبه كتير، الامثله لو هنقعد نتكلم على امثله اللي جم اللي جم الزمالك ولعلعوا وانضموا لمنتخباتهم، منتخبات بلادهم سواء اجانب او مصريين كتير جدا. فالزمالك عتبته حلوه، وشه حلو على اللعيبه، فما بقاش رد الجميل ان نلاقي والد زيزو يعني كل شويه يرفع في العرض، يرفع في الفلوس. ما هو كل واحد ليه طاقه. يا عم يا حاج مصطفى، انت راجل منياوي صعيدي جدع، الصعايده جدعان رجاله، ولاد بلد، ولاد بلد. فما بقاش كده يعني، ما بقاش كده. بحبحها شويه، بحبحها شويه يا حاج مصطفى. الزمالك ليه رصيد كبير، وزيزو ابنك اعترف وقال كذا مرة، قال لك فضل الزمالك بعد ربنا عليه وجمهور الزمالك كبير جدا بسبب شهرته، وان افريقيا كلها تعرفه. فعشان كده نضحي حبتين، تضحي حبتين والزمالك يضحي حبتين وتمشي الليلة. انما حاطط لي العقدة في المنشار وكل شوية تزود في المبالغ، عيب. دي رسالة بس لوالد زيزو، لأن ممدوح عباس كان اجتمع مع زيزو، مع والد زيزو ولجنة التخطيط ميدو وحازم إمام وعمرو الجناين وحسين لبيب، وخلصوا كل حاجة، خلصوا كل حاجة. فما تجيش انت بقى يا حاج مصطفى تبوظ الليلة، تبوظ الدنيا كل شوية وترفع في الفلوس، عايز كذا وعايز كذا وعايز عمولة كذا. يعني في مثل بيقول لك على قد لحافك مد رجليك. وقلت لك حق الزمالك كبير، يعني ده يعني يستحق منك انك تضحي شوية، مش كل شوية ترفع في المقابل وتهدد بورقة الأهلي، وتهدد بورقة العين الإماراتي، وتهدد بورقة السعودية وبيراميدز. عيب، عيب. دي رسالة. زي ما كنا بننتقد مجلس الإدارة، لا، مجلس الإدارة دلوقتي شغال كويس، شغال كويس جدا وماشي كويس جدا في ملف التجديدات ملف أزمة القمة. فلما يبقى الناس شغالة لازم نشكرها، مقصرة بننتقدها. فوالد زيزو عليه انه يراجع حساباته شوية، يراجع حساباته شوية. طيب ده موضوع زيزو. قلت لك عبد الله السعيد، الونش، عمر جابر، حسام عبد المجيد، ده كله خلصان، خلص. محمد السيد يعني لجنة تخطيط وميدو وحازم امام عمرو الجنايني وحسين لبيب خلصوا كل حاجة، فاضل فقط زيزو. موضوع زيزو ان شاء الله يتحل. ورسالة، واتمنى من كل زملكاوي يشوفني يوجه رسالة مش لزيزو، لوالد زيزو، الحاج مصطفى، الرجل المحترم، الراجل الصعيدي الجدع، المنياوي الجدع. وجه له رسالة كده، يعني ايه، يضحي شوية من اجل الزمالك. طيب تعالى لموضوعات تانية. صلي على حبيبك محمد، واعمل اللايك والاشتراك في القناة لو مش مشترك. تعالى لموضوع القمة. واحد يقول لي يا عم لسه القمة، ايوه، ما هو الاهلي مفكر انه هيسوق الكل بعصاية واحدة. يا اهلي او يا مجلس ادارة الاهلي، الكلام ده ولا انتهى، زمن الفوضى ده راح خلاص. زيك الاهلي زيه زي الترسانة، زي الاولمبي، زي غزل المحلة، زي الجونة، زي سيراميكا، زي اي نادي. الاهلي مش على راسه ريشة. لما الزمالك انسحب السنة اللي فاتت، رابطة الأندية اتحاد الكورة عاقبوا الزمالك، والزمالك ما فتحش بقه. صح؟ صح ولا مش صح؟ ليه لما نيجي نطبق القانون على الأهلي السنة دي، الأهلي عامل البوليكة دي كلها؟ عاملها ليه؟ عاملها ليه يا خطيب أنت ومجلسك؟
يتعاقبوا. والزمالك دخل في الشكوى وبعت للجنة الأولمبية وفتش المسطور، كشف المؤامرة بتاعتك انت واللجنة الأولمبية اللي كنتوا عايزين تعملوها، انما الزمالك كشفها بدري. عشان كده بنحيي مجلس إدارة الزمالك ولجنة التخطيط، كشف المسطور بتاعكم. اللجنة الأولمبية كانت في طريقها تعلن قرارات طرمخة وتطبيل ومجاملة للأهلي وتموت الليلة بخصم 3 نقاط وخلاص. لكن ده مش هيحصل، ده مش هيحصل خلاص. فأنت هتتعاقب زيك زي أي نادي، وزي ما وزير الشباب والرياضة قال، اللي يفرض عقوبات أو ياخد قرارات منفردة لازم يتعاقب ويتحمل مسؤوليتها. وزير الشباب والرياضة قال لك الكلام ده، قال لك ايه الكلام ده؟ خد بالك محمود الخطيب دي آخر دورة ليه في الأهلي، دي آخر دورة للكابتن محمود الخطيب أهو في النادي الأهلي كرئيس للنادي الأهلي، بالله يحول القانون خلاص. طيب تعالى لملف آخر، صلي على حبيبك محمد وركز معاه في الدقيقة اللي جاية دي، واعمل اللايك لو ما عملتش اللايك لحد دلوقتي، اثبت وجودك باللايك. فرحة كبرى، فرحة كبرى للزمالك بقيادة ميدو، حازم إمام وعمرو الجنايني وحسين لبيب، وضربة قاصمة للأهلي، ضربة قاصمة للأهلي. في مين؟ في النجم الأجنبي الجناح الأهلي اللي ملعلع ومعشوق الزملكاوية بن شرقي، قلت الاسم اهو، ومفاجأة وقنبلة الموسم بن شرقي وميدو وحسين لبيب حازم إمام وعمرو الجنايني وقنبلة الموسم. ترجم بقى، عايزك تترجم. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.